دكتور خالد البوهي، هناك أشكال جديدة بدأت مع جماعات أدبية أخرى تتحدثون عنها هذه الأيام. هو فيه يمكن في الفترة الأخيرة فيه دار النثر الأدبية، فيه شاعر شاب اسمه محمد الشحات. محمد من أصدقاء البرنامج، وواكب مسيرة هذا البرنامج ربما منذ بداياته الأولى. وكتب في جميع فنون وهو شاعر فعلا. كتب في القصيدة التقليدية، وكتب القصيدة العامية، وكتب القصيدة التفعيلية، كتب ألوان كثيرة من فنون الأدب. ويدير الآن جماعة أدبية نشطة، وعرفني ببعض أصدقائه. والصراحة من الناس اللي هي شغالة كويس، يعني بيجري ويروح اسكندرية، ده عناصر اسكندرية، جاي من اسكندرية، الراجل ما بيتأخرش ونشيط جدا. نشط جدا في الناحية الأدبية. بصراحة. لا، في برضه أديب بيكون كسلان شوية، بيكون مبدع وكويس وكده، إنما يعني فهو الراجل كتب فن جديد اسمه القصة الشاعرة. القصة الشاعرة مختلفة شوية، مختلفة عن ما قلناه في القصيدة وعن فنون أدبية أخرى زي شكلا يا دكتور، شكلا ومضمونا. من ناحية الشكل مثلا، يعني نحن الآن يصلنا بعض الكتب التي تحتوي على مجموعات قصصية كثيرة، ويضمنها هؤلاء الأصدقاء قصص مكثفة وهي ومضة. هل هذه القصة الشاعرة تقترب من قصة الومضة؟ هي أخذت جزء كبير من الشعر، وأخذت جزء كبير كذلك من القصة. يعني مثلا من الشعر أخذت الوزن كاملا، إنما ما أخذتش القافية، لأنها بتعتبر يعني القصة الشاعرة لها إيقاع ولها وزن شعري ثابت، ولها دوران شعري، بمعنى ما فيش تسكين في النص وما فيش قوافي داخلية، لأنها بتعتبر نفسها كلها جسم واحد لا يتجزأ. هنا القاهرة. سيدتي وسادتي، نواصل الاستماع. تقدري تعتبري حضرتك ان القافية اخر كلمة في وتقييم حضرتك لهذا اللون من الكتابة الشعرية؟ هذا اللون من الكتابة الشعرية اولا يعني احدث جدلا في الوسط الادبي في الفترة السابقة، وانا اعتقد انه في حد ذاته هذا الجدل شيء يبشر. هذا الجدل انا معاه، والتاريخ سيحكم. ربما انا اكون من انصار او من الناس الذين تحمسوا لهذه القصة الشاعرة لعدة اسباب، فيها نماذج طبعا جميلة. طيب، هل نستمع الى نموذج لكي يتابع معنا الاصدقاء هذه الفكرة التي كتبها الشاعر محمد الشحات بعنوان القصيدة او القصة الشاعرة؟ تفضل. يعني ده نص: أعراس في جسد الشمعة، في عيد الميلاد الأول بعد العقد الرابع لاحت صور الماضي، كنت أداعبها أحملها مثل حصان طارت منه جناحات هواء، أعرض في بطن الصحن الساقط أمطارا من أحلام المستقبل، توقظني لفحته شمس، أذكر كهربة البرق، أصلي في الرعد وأدعو للحفل، أراقب بعض هدايا تأتي تحمل أغنية في علبة تذكار، أفتحها أسمع صوت العالم في الأسلاك يرتل سبحانك، تسقط أعراس في جسد الشمعة، تحترق العلبة، أضحك تبكي تستل هدوء الرعد، تداعبني أصرخ مهدت. شوفي الجمال بيتكلم عن الشمعة ازاي وهي بتتحرق. الشمعة تحترق من أجل الآخرين، وهي تداعبني، أنا أصرخ وهي التي تحترق من أجل الآخرين. بالضبط كده. فهي فتحت عوالم أخرى. من الناحية الشكلية دكتور خالد، أنا لاحظت أن حضرتك عندما قرأت هذه القصة الشاعرة قرأتها بإيقاع، رغم أنني عندما قرأتها وهي مكتوبة لم أقرأها طبعا بهذا الشكل، فلم أنتبه إلى هذا الإيقاع الذي سمعته في الإلقاء.
ربما الشاعر محمد الشحات عندما يلقي عليكم هذه القصص الشاعرة يلقيها بهذا الإيقاع، ومن هنا كان الجدل حول أهمية هذا الفن الجديد أو هذا الشكل من القصص أو من الشعر. إذا لابد من القراءة، من الأداء. ما هي دي مشكلة تانية طبعا، دي مشكلة تانية. والشاعر طول عمره زمان هو ملقي يعني الشاعر، بس يعني طبعا مش متوقع، يعني هيكون شيء صعب يعني. إنما يعني الشيء اللي أنا عايز أقوله إن إذا كان في الشعر التقليدي الوحدة البنائية ليه البيت الشعري، وفي القصيدة التفعيلية الوحدة البنائية فيها السطر الشعري وأحيانا التفعيلة الشعرية، فهنا الوحدة البنائية ليس لها وحدة بنائية. القصة الشاعرة كلها على بعضها تنساب كالماء، لا تستطيع أن تمسك بها. يعني حضرتك اخترت لنا النموذج جيد. يعني قصة متماسكة ولها إيقاع فعلا، وهي حكاية بسيطة ومكثفة ومثل قصة الومضة، لكن هنا تتميز بالإيقاع. بالإيقاع. نعم.